يابا محاولة رقم 5 حتى نطور الفلافل العراقية ونسويها فلافل حلويات. اقترحت وعينا فكرة كلش حلوة، نسوي فستق راشي، طحينة مال فستق. راح نجيب لنا جدر نخلي بيه ربع طن شكر، وراح نخلي شوية هواية مي فوقها. نخلي حرارة الخليط هذا توصل إلى 115 سيليزي. من توصل الحرارة راح نخلي كمية الفستق فوقها، مباشرة نشيله على النار ونبقى نخلط نخلط نخلط. الشكر هذا كله راح يتبلور ويغطي الفستق تماما. راح نذوقه طعمه طيب بس نقدر نسويه أطيب. راح نرجع على النار ونخلط به الى ان يتكرمل الشكر هذا وينطينا نكهه معقده اكثر. مباشره راح نشيله ونخليه على سيليكون مات ونفتحه، رشه زينه ملح تعقيد اكثر للنكهه. هسه راح يتكسر مثل القزاز. راح نجيب بلندر نخلي الفستق بالبلندر ونطحن. الخليط حرارته صارت كلش عاليه بس شكله بعده بقى عجينه، ما صار مثل الراشي وهيك سائل ومتكتل، بس طعم العجينه طيب. فشنو تنصحونا نغير القوام مال هاي العجينه ونخليها تكون سائله اكثر مثل الراشي او الطحينه؟ اقتراحاتكم.